ذهاب زيزو للاهلي مش صحيح. لا مش صحيح، ومش استفاده منه. لا هو استفاد منه لانه اضعف نادي الزمالك لان ما عندوش بديل. اضعف الزمالك هو اللاعب راح كابتن حقه يا كابتن، حقه يروح. طيب زين، الماده بتلعب دور كبير، الفلوس بتلعب دور كبير. سيبك من اللي يقول لك اصل ما جددتوا له كابتن. فين زيزو؟ ما حددت له. عرضوا عليه يا اخي، جاء عرض من الوحده الاماراتي، جاء عرض من الشباب السعودي، جاء عرض من النيوم. كانت كباري يا كابتن. لا والله كباري وانفاس. لا مش كباري والله، كباري. عرض رسمي، بيان رسمي كابتن. لا لا كابتن، يعني كوبري نروح الاهلي. ايوه يا كابتن، كان كوبري والله. بس دي كابتن ما يقتنع كابتن اشرف. لا يا كابتن كوبري والله. انا واضح يا ريال. انا بقول لك شوف، انا داعم النادي الاهلي في كاس العالم، بس في حاجات انا ما. طيب كابتن، انا عندي بس مداخله في موضوع اللي طرحه عليك عبد الله، اللي هو برامج خذ مكان الزمالك. دخلت فيه في التاريخ ودخلت في الكلام. الزمالك هذا كبير. تكلمت عن انجازاته واحصائيات والدنيا. هو سألك سؤال واضح، المفترض انت بعد ما تنسى دور الاهلي فريق كبير. طبعا حد يقدر يقلل من الاهلي. كيف انت تقول خذ مكان برامج خذ مكان الاهلي؟ لا انا بقول لك انا رافض الفكره. لا انا بوضح، رفضت الفكره على الزمالك. لا رافضها على الاثنين. لا انت قلت يمكن انت برامج حاليا افضل حالاته. بيراميدز في افضل حالاته. أيوة. لكن ما ينفعش بيراميدز لا ياخد لا مكان الزمالك ولا الاهلي. الاهلي عنده العديد من البطولات. دلوقتي الاهلاوي يقول لك ان بيراميدز خذ مكان الزمالك. لا ما انا برد على الكلمه دي يا كابتن. انا برد على الفكره اللي بص، الفكره اللي بقولها الكابتن عبد الله هي فكره الناس بتحاول تسوقها في الشارع الرياضي المصري، هي فكره غلط. بس بعيدك السؤال هذا مال زيزو، ان زيزو اذا راح الانديه الاماراتيه والسعوديه هيروح كوبري الاهلي. لا اعيدك الفيديو. ايوه يا كابتن، بيان رسمي من الشباب كابتن، من الشباب ونيوم، من سنتين الشباب ونيوم والوحده الاماراتيه يا كابتن عبد الله. يا كابتن عبد الله كوبري هيروح من سنتين الاهلي بيتفاوض معاه وتامر النحاس واكثر من كرامي تفضل. في احد الحوارات اللي طلع قال حاجه زي كده. خلاص شكرا يا كابتن اشرف. يا ريته كان راح كوبري، كان على الاقل استفادوا ب 300 مليون جنيه مصري. حتى الكوبري ما عرفوش يعملوه. يعني انا عايز نقول لك على حاجه، موضوع الكباري والكلام من ده كلام انا مش مقتنع بيه بنسبه 100%. ليه يا عبد الله؟ رقم واحد، انت في امام عاشور قلت كوبري، خدت 3.5 مليون وبعته بنفسك ورجع لك بنفسه لنفس النادي ورفضت حتى يتمرن عندك. اهنوا كوبري يا جماعه. الكلام ده انتوا بتغيبوا بيه الجمهور وبتبعدوا عن الحقيقه اللي مجلس اداره الزمالك مقصر. اهنوا كوبري اللي ب 3.5 مليون لامام عاشور. نفس القصه في زيزو، فضلت تسيبه تشيل عشان طب انت خايف يروح الاهلي، النتيجه راح فين؟ راح الاهلي ببلاش. ده احلى. ده انت كنت تاخد الكوبري. تعالى بقى اللي طالع بقى كابتن عبد الله في السوشيال ميديا، اللي الجواب بتاع الاتحاد معاك يوم 27 يناير، انت معاك يوم وخلاص. ايوه انت بيحصل